السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلاب الصف السادس في الجزء الأخير من درس النسبة المئوية، وهو حساب النسبة المئوية للربح والخسارة. طيب قبل ما نبدأ الدرس نحاول نشوف المعطيات الموجودة عندنا شنو، أو السؤال اللي هو عندنا قال لي اشترى ناصر بضاعة بقيمة أو بمبلغ 15,000 جنيه وباعها بربح 12%، فبكم باعها؟ طيب هنا عندي سعر البضاعة الأساسية سعرها اللي هو 15,000 جنيه، ده السعر الأساسي. ودي هنا النسبة بتاعت الربح اللي هو ربح فيها. طيب أنا لازم طبعا قلت أكتب القانون العام للنسبة المئوية للربح. النسبة المئوية للربح بتساوي قيمة الربح، يعني نكتبها النسبة المئوية للربح تساوي قيمة الربح كقيمة على قيمة الربح قلنا على السعر الأصلي في 100. تمام. أجي أشوف القانون ده الحياة الموجودة منه شنو؟ النسبة المئوية موجودة، هي هذه هنا حقوم أعوض عليها 12%، يعني 12 على 100 تساوي قيمة الربح. هل هي موجودة؟ لا، إذا ما موجودة بقوم بخد بدل سين أو صاد أو أي متغير. القيمة الأصلية للبضاعة موجودة اللي هي 15,000، هقوم أكتب القيمة اللي هي 15,000. هنا هقوم أعمل شنو؟ هقوم أعمل عملية مقص اللي هي أضرب الطرفين في الوسطين وأوجد قيمة سين تساوي، يعني أقدر أختصر الخطوة دي، أضرب 12 في 15,000 وأقسم على 100. هقول 12 ضرب 15,000 على 100 كده. هنا أنا بقدر أطلع قيمة السين. هقوم أختصر. طبعا النسبة المئوية هنا تاني ما ضربنا في 100 لأنه 100 عملناه هنا في البداية، فهنا هقوم اللي هو أختصر، يمشي صفرين من هنا مع صفرين من هنا، وأضرب 12 في 15 وأضرب 12 في 15. هنا حيكون مفضل لي صفر، طبعا هنا مشوا صفرين من هنا ومشوا صفرين من هنا، فضل لي صفر. طيب بس نرفع شوية. هقوم أقول سين تساوي، سين دي اللي هي قيمة الربح 12 في، طبعا هنا في صفر موجود، باقي لي صفر موجود، 12 في 15 ضربتها بتطلع لي 180. تمام. 180 زائد الصفر الأصلي موجود. دي هنا قيمة الربح، قيمة الربح. تمام. أنا ما طالب منه قيمة الربح، لو لاحظتوا هنا هو طالب مني في السؤال قال لي أوجد فبكم باعها، يعني البضاعة دي حيكون باعها بكم. هقوم أشيل قيمة الربح دي وأضيف عليها السعر الأساسي للبضاعة عشان أعرف هو بكم باعها. طيب بعد ذاك هقوم أجمع اللي هي أقول سعر البضاعة بعد الربح فبكم باعها، اللي هو البيع حيكون بكم سعر البيع. هقوم أشيل 15,000 اللي هو السعر الأساسي، وأضيف له قيمة الربح اللي هي 1800. هيطلع لي 16، أجمع الأحاد مع الأحاد والعشرات مع العشرات، يطلع لي 16,800 جنيه. يعني هو اشترى البضاعة دي ب15,000 جنيه وباعها ب16,800 جنيه. واضح؟ يلا بالتوفيق إن شاء الله.